السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا معايا بصلاية ببشرها. ان شاء الله هنعمل حمام كداب. معايا معلقة فلفل اسود، معايا معلقة ملح، معلقتين، معايا نص معلقة بابريكا، معايا حبة كركم، توم باودر، بصل باودر، معلقة كمون، ليمونة. دي يا حبايبي التتبيلة اللي هنتبل بيها الحمام الكداب. حطيت حبة بهارات فراخ، اهي يا حبايبي دي الوراك مخلية من العظم. هتبلها بقى كده. سيبيها اكتر وقت، يعني اكتر وقت في التتبيلة. ممكن تتبليها من بالليل لتاني يوم. لو مستعجلة عليها اقل حاجة 3 ساعات في التتبيلة. بصوا حبايبي انا بدخل في الفتحة كده في الدبوس، وبعملها بتبلها كلها. كان فاضل حبة تتبيلة كده حطيتهم على الوش. كده معايا حتة سمنة وحبة زيت. هخرط بصلاية عشان اشوح فيها الكبدة آه، وال... واحط عليها الرز اللي هنحشي بيهم الحمام الكداب. كده هشوح البصلاية شوية، وبعد كده هنزل عليها بالكبدة. كبدة بس يا حبايبي دو ما تحطوش عليها قوانص. ده نص كيلو كبدة. معلقة فلفل، معلقة ونص ملح، معلقة كمون، وهشوح يا حبايبي الكبدة كده. دي مية سخنة عشان ابقى ازود بيها الرز. معايا 1 شوربة. نزلت عليها بالرز وهشوحه كويس كله في بعضه. هفضل اشوح فيه كويس.
بعد كده هنزل عليه بالمية السخنة. اول ما يتشرب يا حبايبي وطوا عليه. كده بقى انا هاخد حبة عشان احشي الحمام. كده انا بدهن الصينية. هجيب المعلقة كده يا حبايبي وادخل بقى في الدبوس كده عشان الرز سخن. ادخل في الفتحة بتاعة الدبوس، وبعد كده بلم الجلد كده على بعضه، وبعمله بالعصاية بتاعة خلة السنان. تلم الجلد على بعضه وتقفليه بالعصاية. ما عندكيش مثلا خلة سنان، لفيه بخيط، بعد ما بيستوي بيتشال عادي. بس اهم حاجة تقفليه كويس. وبرضه حاولي ما تملهوش رز كتير عشان ما يفرقعش منك، عشان بيبقى زي الحمام العادي. اهو بصي يا حبايبي، بلم الجلد على بعضه وبقفله. بصوا حبايبي مقفلة كويس ازاي. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة عيد الأضحى. يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. بصوا حبايبي مقفلة كويس ازاي، مفيش حاجة منه مفتوحة. التتبيلة بتاعته دي جميلة جدا جدا جدا، لو هتعمليها بنفس الطريقة والله وهو بيستوي كانت ريحته قلبة الدنيا. بقول لكم هنا، بوصف لكم، بقول لكم دخلوا الرز في الدبوس. طبعا وانت بتجيبي بقى الوراك دي من عند عفوا يا حبايبي عشان زوري وجعني. وانت بتجيبي الفراخ دي من عند بتاع الفراخ، هو بيخليها لك عادي.
بتقولي له انا عايزه اعملها حمام كداب، فبيخليها لك من العظم. كده حبايبي التتبيله اللي فاضله من الفراخ هحطها على الوش. ما تحطيش اي حاجه خالص الا التتبيله اللي فاضله. حطها على الوش كده حبايبي، جميله جدا جدا. حط عليها ورق زبده على الوش، وبعد كده احط ورق فويل، وبعد كده هدخلها الفرن بقى. قعدت معايا ساعة بالظبط في الفرن. كده الرز يا حبايبي هو اتغرفته، وكده الحمام طلع. طبعا انا كنت شلت الورقة من على الوش علشان ياخد لون. بصوا بشيل عصاية اللي هي الخلة بسهولة يعني. اهو يا حبايبي اتفضلوا معانا بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.